خامس سؤال، وده يعتبر أصعب سؤال ممكن تسأله عشان نقيس حاجات معينة هم عايزين يعرفوها. إيه هو السؤال؟ الحمد لله على السلامة يا عزيزي البطل. إن شاء الله دي الحلقة السادسة من سلسلة التقديم للوكالات العسكرية. حلقة النهاردة مهمة جدا وعشان هنتكلم فيها على اختبار السمات الشخصية. ورقة وقلم وركز معايا عشان هقولك أهم 10 أسئلة إن شاء الله ممكن تلاقيهم في وشك في اختبار السمات إن شاء الله وأنت رايح تعمل الاختبار. أنا أحمد شعبان، ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس وابعت الفيديو ده لأي حد من أصحابك رايح برضه يعمل اختبار السمات إن شاء الله قريب. الحلقة الجاية إن شاء الله نتكلم على الاختبارات الطبية كلها، يليها على طول اختبار الرياضي لحد ما يوصل لاختبار كشف الهيئة. بص يا صاحبي، اختبار السمات ده من اكتر الاختبارات اللي الناس بتتوتر منها، وده مش لانه صعب، لان الناس فاكره ان الاختبار ده حفظ وانه له اجابات نموذجيه. لان الاختبار ده بيقيس مستوى تفكيرك، مش بيقيس مدى اجابتك النموذجيه على السؤال او حتى بيقارنه بواحد صاحبك تاني، لا هو بس بيقيس هنا نسبه ذكائك قد ايه، وفي نفس الوقت بيشوفك انت متزن نفسيا ولا لا. بص بقى يا صاحبي، انت اول ما هتيجي تخش على الاختبار دوت هيبدا الصف ظابط اللي هناك او الظابط او العسكري القديم هيوجهكم في صفوف او مجموعات عشان تخش على لجنه الاختبار. اللجنه دي هتبقى كلها اجهزه جنب بعض، هتخش تقعد على الجهاز بتاعك وهتاخد بعديها التعليمات اللي انت هتشتغل بيها اثناء الاختبار. ونصيحة مني ليك، اوعى تشغل دماغك وتبص في الجهاز اللي جنبك. كده كده الاختبار ده الجهاز اللي جنبك مش زيك خالص، نموذج ألف وب وج، يعني اللي جنبك يمينك وشمالك حتى اللي وراك هو مش زيك. وأهم حاجة اسمع التعليمات للآخر واسمعها كويس، واوعى تبدأ أو تعمل ستارت للاختبار قبل ما هو يقول لك اعمل ستارت. تعالى بقى دلوقتي واكتب ورايا نوعية الأسئلة اللي أنت ممكن تشوفها وأنت في الاختبار. أول سؤال بيبقى موجود على طول في اختبار السمات بيقول لك إيه؟ هل أنت شخص سريع الغضب؟ السؤال التاني، لو أنت اختلفت مع زميلك هتحاول تحل المشكلة ولا هتسيبها كده وخلاص؟ تالت سؤال، بتحب حضرتك تشتغل لوحدك ولا تحب تشتغل من ضمن فريق؟ السؤال الرابع، لو القائد بتاعك طلب منك تنفيذ مهمة والمهمة دي أنت شايف إنها صعبة بالنسبة لك، هتنفذها ولا هتعمل ايه؟ خامس سؤال، وده يعتبر اصعب سؤال ممكن تسأله عشان نقيس حاجات معينة هم عايزين يعرفوها. ايه هو السؤال؟ هل ممكن حضرتك انك تخفي حقيقة بسبب انك تتجنب مشاكل؟ نعم او لا. السؤال اللي بعده، لما حضرتك تكون محطوط تحت ضغط هل بتعرف تملك اعصابك ولا لا؟ طب لو حد انتقدك قدام الناس حضرتك هتعمل ايه؟ السؤال التاني، حضرتك بتحب تتحمل المسؤولية ولا تحب ان حد غيرك ياخد القرار؟ السؤال اللي قبل الاخير، لو انت شفت واحد صاحبك بيتصرف تصرف غلط او بيعمل موقف غلط هتتجنب تتكلم معاه فيه ولا هتتصرف صح؟ اللي هو من الاخر مقصد السؤال، لو حد صاحبك بيعمل حاجة غلط مش كويسة مثلا وانت موجود معاه هتتكلم معاه وتتصرف تصرف صح انك تنصحه على الاقل ولا هتتجاهل الموضوع وخلاص؟ السؤال الاخير هيقول لك ايه؟ هل حضرتك بتلتزم بالقوانين حتى لو محدش حد مراقبك؟ وبكده نكون خلصنا 10 اسئله هتلاقي اكترهم عندك في الاختبار. في بقى اسئله غيرها ممكن تجيلك، لو عايز تعرفها برضو اكتب لي في الكومنتات وهبدا اكتب لك ان شاء الله اكتر من سؤال هيجيلك باذن الله، لان في اسئله حسابيه بتيجي وفي اسئله يعني بتختبر مدى ذكائك فيها حسابيه. وزي ما قلت لك في الاول ان الاسئله اللي هتجيلك مفيش حاجه اسمها 2 زائد 2 كام، بمعنى اوعى تحفظ اجابه تخش تجاوبها جوه، لكن حضرتك لازم تفكر وتركز في معنى السؤال وتجاوب عليه بطريقتك انت. وده يودينا للخمس اخطاء اللي ممكن يحصلوا في اختبار السمات. اول خطا زي ما قلت لك من شويه انك تكون حافظ اجابات من على الفيس او حد ممليها لك وتخش على طول ايه تحطها في الاختبار. تاني غلطه ان حضرتك تقعد تغير في شخصيتك، يعني ما بتجاوبش الاسئله according
طبقا لشخصيتك انت يعني، فاهمني؟ لا انت عملت تلون اجابه من هنا على انت من الاخر تبقى حافظ يعني، لا انت اتكلم بشخصيتك انت فقط لا غير. ثالث غلطه اوعى تغلطها، اوعى تستعجل في اجاباتك. حضرتك معاك وقتك خده كله، السؤال اللي يقف معاك عديه وبقى ارجعه تاني في الاخر. لكن اوعى تقف عند سؤال وتفضل تفكر فيه كتير، لا السؤال اللي ياخد معاك وقت عديه وخش على بعضه على طول، وفي الاخر خالص يبقى ارجع تاني ايه جو براحتك خالص. ونيجي لاخر نصيحه بعد اذن حضرتك، ما تبصش جنبك وانت في الاختبار، هيتسحب الكارت بتاعك او هيتسحب منك اوراقك وهتاخد رفض وانت قاعد في اختبار السمات. ما تبصش جنبك، خلص امتحانك وما تخلص وما خلصت اقول لك ايه في جهازك والموضوع انتهى. تمام كده يا صاحبي؟ ان شاء الله في الحلقه الجايه هنتكلم فيها عن ايه؟ عن اختبارات، لا قصدي هنتكلم فيها عن الاختبار الطبي. تمام يا رجاله؟ اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام.